انشراح الصدر مطلب عظيم ومقصد جليل إذا من الله سبحانه وتعالى على عبده به وشرح له صدره ويسر الله له أمره تحققت للعباد أو للعبد مصالحه الدنيوية والدينية. وأما إذا ضاق الصدر فإن أغلب مصالح العبد تتعطل، فلا قدرة له على عمل ولا نشاط له على باب من أبواب البر، بل لا يزال متنقلا من هم إلى آخر ومن غم إلى غم. وأما من شرح الله سبحانه وتعالى له صدره فإن ذلك معونة له على تحقيق غاياته ونيل مقاصده وأهدافه، فلا تلين العبادات ولا تتيسر الطاعات إلا بانشراح الصدر، ولا يتهيأ للإنسان تربية لولد ورعاية للنشء إلا بانشراح الصدر، ولا يتهيأ للعبد القيام بعموم مصالحه الدينية والدنيوية إلا بانشراح الصدر. أيها المسلمون، ما أعظم شأن انشراح الصدر واتساعه بحيث يكون صاحبه قادراً على مصالحه وشؤونه، وكلما عظمت المهمة وكبر الأمر احتاج إلى مجيد انشراح صدر ليتسنى له نيل مقصده وتحصيل غايته. ولهذا لما أمر الله نبيه موسى عليه السلام بالذهاب إلى الطاغية فرعون لدعوته وتحذيره من مغبة طغيانه، توجه موسى عليه السلام إلى الله قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ويقول سبحانه وتعالى ممتنا على عبده ورسوله ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك. أيها المسلمون، وهذا المطلب العظيم أعني انشراح الصدر يحتاج من العبد بتوفيق من الله ومن وتسديد وعون إلى أسباب لا بد أن يعمل العبد على بذلها وتحقيقها لينال هذه الخصلة الكريمة. ومن أعظم انشراح الصدر توحيد الله وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك والبعد عنه دقيقه وجليله كبيره وصغيره، فإن التوحيد أعظم سبب لانشراح الصدر، وضده وهو الشرك أعظم سبب لظلمة الصدر وكآبة وضيقته وعذابه. ومن أسباب انشراح الصدر اتباع سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولزوم نهجه القويم واتباع هديه صلى الله عليه وسلم، كيف لا، وهو اتباع لأشرح الناس صدرا وأطيبهم خلقا وأجلهم سيرة وأزكاهم سريرة، فإن من اتبعه عليه الصلاة والسلام نالها بهذا الاتباع انشراحا في الصدر وطمأنينة في القلب وصلاحا في الحال. أيها المسلمون، ومن أسباب انشراح الصدر تعلم العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة، وكلما زاد العبد تحصيلا لهذا العلم متقربا بتحصيله إلى الله زاد انشراح صدره وصلاح حاله، وضده وهو الجهل ظلمة في القلب وكآبة في الحال. ومن أسباب انشراح الصدر الإنابة إلى الله وحسن الإقبال عليه جل في علاه والتلذذ بعبادته وطاعته، فإن الطاعة والعبادة راحة القلوب وأنس النفوس وقرة العيون وسعادة الصدور. وفي الحديث: يا بلال أرحنا بالصلاة. وفي الحديث الآخر: جعلت قرة عيني في الصلاة. وعموم الطاعات راحة وسعادة وأنس وطمأنينة. ومن أسباب انشراح الصدر دوام ذكر الله جل وعلا، فإن ذكره سبحانه وطمأنينة القلوب وراحة الصدور. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن أسباب انشراح الصدر الإحسان إلى عباد الله
وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان إليهم سواء بالجاه أو المال أو النفع البدني أو نحو ذلك، فإن من كان محسنا لعباد الله جازاه الله تبارك وتعالى بشرح صدره وتيسير أمره وحسن عاقبته ومآله. أما البخيل الشحيح فإنه من أضيق الناس صدرا وأكثرهم همًا وغمًا وأنكدهم عيشة. ومن أسباب انشراح الصدر إبعاد أدواء القلوب وأسقامها، وهي أدواء كثيرة كالحسد والغل والحقد ونحو ذلك، فإن هذه الخصال الذميمة والأدواء المشينة إذا دخلت إلى القلوب أعطبتها، وإذا وصلت إلى الصدور أظلمتها، وترتب عليها ضيق صدر صاحبها وكآبة حاله وسوء عاقبته ومنقلبه. ومن أسباب انشراح الصدر صيانة اللسان من الكلام بالحرام، وصيانة الأذن من سماع الحرام، وصيانة النظر من النظر إلى الحرام، فإن فضول السمع والبصر والكلام مضرات بصاحبها أضرارا عظيمة، وهي مجلبة للهموم والغموم، وتترتب عليها من العواقب الوخيمة ما لا يحمده الإنسان في دنياه وعقباه. أيها المسلمون، لنقبل على الله سبحانه وتعالى راجين منه منه وتوفيقه بأن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا، وأن نتخذ من الأسباب الشرعية النافعة ما هو أعظم زاد لنيل هذا المقصد والفوز بسعادة الدنيا والآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يشرح صدورنا أجمعين وأن ييسر أمورنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله وكفى، والصلاة على النبي المصطفى وآله ومن اقتفى، وبعد. فيا أيها المسلمون، إن انشراح الصدر منة إلهية وعطية ربانية يمن الله سبحانه وتعالى بها على من شاء من عباده، وأن الفضل بيد الله يؤتيه الله من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أيها المسلمون، احذروا المعاصي والذنوب، فإنها من أسباب ضيقة الصدر والبعد عن الله وضعف الإرادة وسواد القلب وسبب الران على القلوب. وعليكم بالإكثار من التوبة والاستغفار وسؤال الله قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، فالقلب مناط السعادة والأنس والراحة والطمأنينة. وعليكم بكل ما هو مباح يوسع الصدر مما أباح الله ومما أمر الله به وأخبر أنه يوسع الصدر. وختاما، وسع الله صدوركم ورزقكم الراحة والأنس. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك واهزم المشركين، واقمع أعداءك أعداء الدين، يا قوي يا عزيز يا حكيم. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء وسعة، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح إمامنا إمام المسلمين واكلأه برعايتك، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الحق المبين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم إنهم طغوا وبغوا وأكثروا في الأرض الفساد، اللهم فصب عليهم صوتا من عذاب، يا قوي يا عزيز يا حكيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت أنفسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ارزقنا لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعينا دامعة، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم اغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا، سحا غدقا، مجللا عاما نافعا، رذاذا قطقطا، تصيب به العباد والبلاد. اللهم افتح علينا بركات السماء وأخرج لنا بركات الأرض، يا أجود الأجودين يا رب العالمين. اللهم سقيا رحمة، اللهم